وسهلا بكم متابعي قناة عالم النجوم تحت رعاية الإعلامية دكتورة دعاء نصر. معكم عيسى عبد الحميد. النهاردة احنا متواجدين داخل مهرجان الفود للشيف صفاء سالم، ولنا لقاء مع رئيسة المهرجان الشيف صفاء. أهلا بيكي شيف صفاء. اهلا وسهلا. منورانا. ميسة. ده نورك والله، تسلمي لي. عايزاكي تكلمينا عن المهرجان والهدف منه. الهدف من المهرجان طبعا انا عامله مبادره اسمها معا لحياه افضل لتشجيع الاكل البيتي من ناحيتين، من ناحيه تعليم ستات البيوت والمقبلين على الزواج الاكلات، عشان انا بشجع الاكل البيتي وحابه ان هم ما يشتروش اكل من بره ويعملوا كل حاجه في بيتهم. ومن الناحيه الثانيه برضو اشجع ستات الكيترينج او اللي فاتحين مشاريع من بيتهم، وان هم برضو يعني يبقى في بيع وشراء وسوق عمل ويقدروا ينجحوا ويحققوا ذاتهم، ويبقى في مصدر دخل خاص بيها برضو من خلال المهرجان. بشجعهم اخواتي واصحابي، كلنا اصحاب مشاريع صغيره وبنحاول نكبرها وبنحاول ان احنا نثبت نفسنا وننجح. انا عندي براند اسمه براند فود، وعندي قناه اسمها صافي براند فود. انا عملت المهرجان عشان ادعم شغلي وشغل غيري معايا، وربنا معانا وربنا يوفقنا. عايزين نعرف اقسام المسابقه بتاعتنا، يعني في بيتكلم ان المسابقه برجر بس، عايزين نعرف الاقسام. هي انا كنت مخصصه الفاست فود، اخدت منه بس جزء البرجر علشان انا مميزه شويه في البرجر. وفي معانا طبعا حلو، انا عامله حلو وحادق. الحلو كمان هو نوعين، في كب متحدد اللي هو كب رافاييلو، وفي كب في الحلو المفتوح. حبيت ادي فرصه برضو لكل اللي عايز يثبت نفسه يبقى يكون متميز في حاجه يعملها ويظهر على السوشيال ميديا ويتعرف على الشيفات. كل ده بيعلي من شغلنا ومن صفحاتنا. ده انا عشته وجربته وفعلا يعني الحمد لله نجحت فيه. فبحاول ادي فرصه لنفسي ولغيري ان احنا نكبر سوا ايدينا في ايدين بعض. طيب عايزين نعرف ايه الفايده اللي بتعود على ست البيت لما بتقدر ان هي تشارك في مسابقه، حتى لو هي ما قدرتش تحقق مركز. في منهم بيطلع زعلان وشايف ان هو انا ليه ما كسبتش، انا المفروض اخد مركز. طيب هي تبقى المفروض تحسبها ازاي؟ والله ما تحسبهاش بالمكسب. المكسب الحقيقي ان احنا اتجمعنا وان احنا بنعرف براندات بعض او شغل بعض او صفحات بعض. احنا بنبقى اصحاب على السوشيال ميديا وما بنتقابلش لان كل واحد فينا في محافظه. تجمع الشيفات مع بعض ده في حد ذاته اكبر بكتير من ان حد ياخد جايزه. صدقوني والله انا عرفت ناس كتير في المجال بسبب حضوري للمسابقات والمهرجانات. والمسابقه لو اللي ما يكسبش المره دي هيكسب المره اللي بعدها وهيستفاد وهياخد معلومات كتير جدا وهيشتغل على نفسه اكتر عشان يوصل للمراكز. طيب تكرار المسابقات او كثره المسابقات والمهرجانات على الساحه ده بيفيد الشيف نفسه؟ ايوه بيفيد كتير والله، لان اول حاجه احنا بنعرف ايه غلطاتنا اللي بنقع فيها. اي متسابقه ما خدتش مركز هي بتعرف بس هي ايه اللي خلاها ما خدتش مركز وبتبدا تشتغل عليه. بنتمنى لك التوفيق وان شاء الله مهرجان موفق، وبنتمنى لك النجاح، وبنتمنى كل المتسابقين ان هم يحققوا اهدافهم. شكرا ليكي شيف صفاء، نورتي. بس قبل ما نقفل اللقاء انا حابه اشكر الدكتوره دعاء نصر، اختي وبنت بلدي وحبيبتي الراقيه المحترمه اللي كلها ذوق، اللي اخلاقها عاليه بجد، ست جدعه جدا، بنت بلد اسكندرانيه على حق. اول حد يعني ابتدع مهرجان التذوق كانت هي، وكلنا اتعلمنا منها. وانا واحده من الناس اللي حضرت مهرجانات وشافت وعرفت يعني ايه مهرجان ويعني ايه مسابقه. ولما انا جيت اعمل حاجه هي شجعتني وفرحت بيا، وهي بتفرح بينا لما بنكبر وبننجح. وهي اصلا من البدايه هي كانت على فكره هي صحفيه ومش شيف، هي اعلاميه، رئيسه مجلس اداره جريده عالم النجوم. بس هي كانت بتدعم الشيفات، هي من بره المجال الطهي، بس هي كانت بتدعم الشيفات. اول واحده في اسكندريه او في مصر كلها كانت بتدعم الشيفات. وكلنا طلعنا من المهرجانات، ودلوقتي احنا بنبدا احنا كمان نعمل مهرجانات عشان تدعم شغلنا. الشيف صفاء عايزه توجه كلمه من خلال المهرجان بتاعها لجريده عالم النجوم ودكتوره دعاء نصر. طبعا انا بشكر الدكتوره دعاء
وبشكر بقى الصحفيه الجميله الراقيه ربنا يخليك. الاستاذه ميسة عبد الحميد، وبشكر كل التيم بتاع عالم نجوم، بجد كلهم ناس راقيه، زي رئيسه مجلس اداره عالم النجوم الدكتوره دعاء. بجد انا الناس دي بحترمها وبقدرها وبحبها جدا، ودايما كنت بحب قوي احضر حاجات، يعني كنت بحس مهرجاناتهم ومسابقاتهم حاجه راقيه وجميله جدا، واحنا اتعلمنا منهم وهم شجعونا. من ارقى والله اللقاءات اللي اتعملت، مجرد وجود عالم نجوم معايا ده يعني دعم ليا من اختي الدكتوره دعاء نصر، ومن اختي الاستاذه ميسة عبد الحميد، ودعمها ليا والله يعني بشكرها عليه بجد. جميله، هي جميله دكتوره دعاء، انا بحبها جدا وبحب استاذه ميسة جدا، ربنا يخليك ومن احسن الصحفيات، ومتشكره. ربنا يخليك يا حبيبتي، بالتوفيق يا حبيبه قلبي، بالتوفيق. زلنا متواجدين داخل مهرجان الفاست فود للشيف صفاء سالم، ولينا لقاء مع رئيس التنظيم الشيف احمد النعناعي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبجميع عالم النجوم، وتحيه خاصه لعالم النجوم والدكتوره دعاء نصر. طبعا علم في اسكندريه، عالم النجوم ده عالم فعلا في اسكندريه، بحييكم من كل قلبي. عايزين حضرتك تكلمنا عن المهرجان والهدف منه. الهدف من المهرجان زي ما قالت الشيف صفاء، هي عامله حاجه اسمها براند فود بيتي، بتحاول ان هي تشجع كل الكاترينج، لان الكاترينج ده حاجه عظيمه خالص. انا طول عمري بقول رايي في الكاترينج ده، ان ده حاجه عظيمه، مهنه جميله. لكل ما بتكبر كل ما بيبقى فيه اماكن وبيوت بتنفتح من الكاترينج ده. فانا الكاترينج ده حاجه عزيزه جدا وحاجه غاليه، بتمنى لهم يا رب التوفيق ويكبرهم ويبقوا حاجه جميله خالص وحاجه مشعه في اسكندريه وفي مصر كلها. الكاترينج ده لو نجح الدنيا كلها بتنجح طبعا اكيد. عايزين نقول كلمه كده لستات الكادرينج اللي هي قدرت ان هي تبدا من الصفر وتحقق نفسها وتقدر توصل بالمنتج بتاعها للاحترافيه. تبقى حاجه عظيمه ان حضرتك توصلي للاحترافيه، واللي احنا بنشوفه ده شغل يعني انا شايفه النهارده ده في البرجر وفي قبل الكافيهات وفي الحلو المفتوح، ده احتراف. يعني انا بقول تملي لو الواحده الشيف الكاترينج اشتغلت على نفسها واجتهدت، صدقوني والله توصل للعالميه. طيب كلمه للمتسابقين اللي مش هيحالفهم الحظ ان هم يوصلوا لمراكز الاولى، نقول لهم ايه؟ معلومه يديها لك شيف محترف اكاديمي بالمهرجان كله. اي معلومه هتاخديها من اي شيف اكاديمي قاعد على الغرفه ده طبعا بتبقى حاجه جميله. النجاح مش مركز اول وثاني، النجاح ان انا باخد معلومه، بطلع من المهرجان ده بمعلومه، بتعرف على شيفات ممكن اتواصل معاها بعد كده تفيدني بمعلومات. هو ده المهرجان وهو ده النجاح. طيب كلمه بقى للشيف صفاء سالم على المهرجان المميز بتاعها. انا شهادتي في صفاء، تعالي قربي، مجروحه، لان طبعا بنتي وافتخر بيها هي والشيف سعاده. طبعا مثلث الرعب اللي هو يعني كرسي بلانشه وسكينه، ده حاجه كده اتنشأت على ايد صفاء سالم، والحمد لله بنحافظوا عليها وبنسندوا بعض، ونجاح اي حد فينا هو نجاح لنا كلنا. فانا بنتي وافتخر بيها. طيب عايزين نوجه بقى كلمه للرعاة للمهرجان. الرعاة من يعني انا بصراحه مش عارف اقول لهم ايه. في تقدير عالي قوي من الرعاة، في شركات جميله دخلت. يكفي ان انا ابص الاقي الدكتوره دعاء نصر بعتها لي عالم النجوم لغايه عندي، ده علم. ان انا تبقى موجوده عندي النهارده في القاعه وفي مهرجان الشيف صفاء، ده علم وحاجه رمز كبير خالص في مصر. وجودك بس كده ده فخر لينا. ده يبقى من الرعاة عالم النجوم، يبقى احنا الحمد لله شغالين صح وماشيين صح وعلى الخطى صح. ربنا يخليك، بشكرك جدا وشرفتنا في جريدة عالم النجوم. شكرا لحضرتك. ربنا يعزك. ما زلنا مكملين من داخل المهرجان الفاست فود للشيف صفاء سالم، ومعانا احد لجنه التنظيم. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم. عرفينا بنفسك. انا شيف سعاده عزت. اهلا بيكي. انا من اسره بلانشه وسكينه، شيف احمد النعناعي وصفاء، ومعاها وبدانا من البدايه خالص مع بعض. فتحت المكان عندي، وصفاء كان ليها سبب كبير جدا جدا في نجاحنا، وربنا يبارك لها يعني. فتحت لي المكان والحمد لله مستمرين مع بعض. عايزين نتكلم عن التنظيم وعن المتسابقين.
التنظيم ممتاز جدا جدا الحمد لله، ومتسابقين ما شاء الله عليهم في قمه التنظيم ومحترمين والحاجه ما شاء الله ومتصوره ويعني ما شاء الله. يعني انا حاسه المهرجان ده يعني ما شاء الله منظم جدا جدا. رحت مهرجانات كتير يعني ما شفتش مهرجان كده منظم مرتب في المتسابقين في كل حاجه الحمد لله. وجهي كلمه للمتسابقين اللي مش هيحصلوا على مراكز، تقول لهم ايه؟ اللي مش هيحصلوا على المراكز احنا كده كده هي فايزه معانا، كده كده كسبانه معانا، لان هي فايزه يوم. تقولي لها ايه الاستفاده اللي هتقدر تحصل عليها؟ ان هي بتاخد خبره من اللي قدامها، في حاجه ناقصاها، في حاجه مش شايفاها هتلاقيها، هتبدأ تتعرف عليها. وتتعرف على شباب تانية. ومعرفه الناس زي ما بيقولوا كنوز، يعني هي لما تتعرف على الناس دي هتستفاد خبرات كتير. هي الحياه مش كلها مكسب ان انا اكسب جايزه وبس، لا، المكسب في حاجات مكاسب كتير قوي نكسبها من خلال الناس، من خلال شيفات محترمه، من خلال تجارب قدامنا، فكل ده بينفعها بعد كده. بشكرك جدا ونورتينا، شكرا لحضرتك.